تعالوا نعمل مع بعض بقى تورتايه كده سهله وسريعه، مش هياخد معانا اي وقت. بصوا بقى، الاول هنحط كمان 4 بيضات هنا اهوت في العجين، وهحط عليهم 2 فانيليا، واحط كمان كوبايه سكر عاديه خالص ولا مطحونه ولا اي حاجه، واحط كمان معلقه خل عشان زفرت البيض. خلاص. وايه كمان هنحط كمان ايه يا ستي، معلقه محسن جل كده، معلقه حلوه كبيره نحطها. هو الكيس مستهيألي 50 جرام، هو كله معلقة. يعني هو يعتبر، بص بقى، وهنا هوت النشا، ودول اللي في الطبق كوبايتين دقيق، وعليهم معلقتين كاكاو خام، وهنا كيس كيك شيف. ده كله بقى انا بحطه في الدقيق. طبعا الدقيق منخول قبل كده وكاكاو منخول، كل حاجة لازم تكون منخولة عشان يدينا بقى الهشاشان بتاع التورته. وهنا هنخلهم تاني ببعض كده عشان خاطر ايه، كلهم يخشوا جوا بعض. ورشة ملح كده، واحاول بقى اخليهم بقى ميبقاش فيهم حته ايه بيضه وحته سمرا. وحطيت كوبايه ميه، وهنزل بيهم كلهم بقى على العجين. تمام تمام. وهنسيبهم بقى على العجين. خلاص كده مهمتنا اتحطت كلها في العجين، ونسيبهم بقى الشغل لحد ما يدوني الفوم كله بقى. هنا جهزنا صينيه وحطينا فيها، يعني دهناها بقطعه زبده وحطينا فيها ورقه زبده. بصوا بقى، شايفين العجينه عامله ازاي؟ ماسكه نفسيه ولا سايله ولا اي حاجه. انا في الوقت اول ما دخلت بقى كنت مولعه الفرن على 180. هنا بقى لسه طالعه. طبعا انا مش هاجي جنبيها عشان لسه سخنه. هغطيها واسيبها لتاني يوم. لازم نبيتها لتاني يوم، او لو عملناها الصبح نعملها مثلا اخر النهار. هنا بقى كده جينا التزيين بتاعها تاني يوم. طبعا مقاس الصينيه دي 26. طبعا احنا لو عملناها في صينيه اصغر من دي هتطلع اعلى من كده. هنتعامل بقى مع الورق الزبده. بص، هو مش لازم، بس لازم نتعامل معاه بالراحه عشان ما يطلعش منه ايه، من السبونج في الورق الزبده. نسلكها الاول من الحروف وبعد كده نشدها. بس كده طلعت معانا خلاص. تعالوا بقى نشوف بقى، بس طريه وهشه خالص، ولا فيها جنب عالي ولا جنب واطي. هنا بقى هنقطعها كده بقى بالمنشار، بالسكينه المنشار زي ما انتوا عايزين. بصوا بقى، انا كان عندي المنشار واطيه خالص على اول واحده تحت، فطلعت معايا طبقه ايه خفيفه خالص. فهنا بقى هنخليه على 8 مثلا. هي كانت المفروض تبقى معايا على 3، طلعت معايا على 4 عشان طلعت منهم واحدة رفيعة، فهي تتقطع كده على 3. هشيل بقى الوش دوت كله، ما لهوش لازمة اساسا، يعني ما بيتاكلش. بس نحاول نشيل اللي هو اللي على الوش بس، ما نشيلش منها كتير، يعني اللي هو الحاجات الطرية دي. كده لازم بسكينة منشار عشان ايه، نلم ده كله. بس عايزه اقول لكم الاسبونج طري خالص، بجد كان تحفه. بصوا بقى الحتت اللي هي الغامقه دي كان في حتت ما اتخلطتش حلو، فعشان كده مدياني الحته الغامقه دي قوي. بصوا بقى، طريه اسفنجيه خالص. بس سلمي بقى كده وروق حوالينا ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى جبنا كوبايه ميه بتلج، وهنضيف كمان كوبايه كريم شانتيه، وهنضيف كمان معلقتين لبن بودر. بص بقى، انا هعمل الكريم شانتيه على مرتين، وهحط معلقه كريم باستري، وهنحط كمان سكر. هنحط معلقه كبيره او معلقتين سكر، عشان انا الكريم شانتيه اللي عندي خام. كده ضربنا بقى وجبنا ايه القاعده بتاعه التورته. بصوا التورته مش الاسفنج مش مستحمل خالص. حطيت كده حته كريمه من تحت عشان نمسك معايا القاعده كده، وهنزقيها بقى بالسيرب كده، تشريبه خفيفه، مع ان هي تورته يعني طريه خالص، بس ايه
عشان ما تبقاش تشرب الكريم شانتيه كله. بس بقى احنا نعمل كريم شانتيه تاني، دي مش هتقضي طبعا. احنا نعمل بس الطبقات دي كده بالكوبايه عشان الجو حار، فهنعمل على القد ايه، حبه حبه. لا هنعملهم على مرتين يعني، مش حبه حبه، هنعملهم. عملنا اول مره كوبايه ونعمل المره التانية كوبايه. بص بقى انا عملت الحشوه الكريم شانتيه بيضه، عايزين تعملوها بيضه اعملوها، عايزين تعملوها شوكولاته اعملوها. بصوا الطبقات مش مستحمله، ودي كمان اللي هي الاول واحده بايني اللي هي الخفيفه. بصوا بقى خفيفه خالص، مهم كده. وهنزق بردك بالسيرب، السيرب ده خفيف خالص بتاع الكنافه بتاع الجلاش، انا مخففاه شويه. ونديها رشه خفيفه، وتاني نعمل كريم شانتيه. هنا بقى كنت انا خلصت الطبقات وعملنا كريم شانتيه تاني، بس حطيت عليه معلقه كاكاو، خليناها بقى كده ايه من بره شوكولاته. خليت بس الحشوه من جوه كريم شانتيه ابيض. وهنا هنجلسها بقى كلها من بره كده. عايزه اقول لكم سهله جدا، ما خدتش اي وقت. واحاول بقى اسوي بقى لو في مطبات، ما في اي حاجه كده ايه مش متظبطه نعيد عليها. بس نخلي جنبينا الكوبايه بقى ميه فيها تلج طبعا عشان الجو حر. اي حته بقى فيها كده زي حته سبونج مش متغطيه نعدي عليها تاني. تورتايه سهله وسريعه وبسيطه خالص، هتشوفوا تزيينها دلوقتي عامل ازاي، حاجه سهله جدا. بس انا كده يعتبر لفتها كلها كده، مفيش حاجه فيها كده ايه باينه خالص، ولا حاجه عاليه ولا حاجه واطيه. كده جلسناها كده خالص، وعملناها بالمش اللي هو المخربش دوت بتاع التورته. هنا بقى كنت مسيحه شوكولاته، بس بصوا بقى انا قصيت حته كبيره من الكيس، فبقيت ينزل معايا الشوكولاته كده كتير كده بقى عشان نلفها كده بالجناش. بس انا الكيس عندي بقى اتفتح شويه اكتر، فبقى ينزل كتير من الكيس، فنخلي بالنا. طبعا الجو حر والشوكولاته بقى خفيفه. هنا بقى احاول بقى اسويها كلها كده ظهر المعلقه او السكينه او اي حاجه بقى، اغطيها كده كلها بالجناش. بس كده كلها بقت عندي كده تمام. خلاص بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه كمان. بصوا بقى احنا كده عندنا الحروف بقى عشان نكتب هادي بيت زي طويو، نكتب الاسم. عايزين بقى تضيفوا حاجة تاني غير الاسم ضيفوا، بس احنا حبيناها كده هادية وشكلها حلو. طبعا اتعامل مع الحروف دي بالراحة عشان ايه ما بتستحملش كمان، عشان اول ما بتطلع من الفريزر
بيطلع برضو بتبتدي تسيح، الجو حر جدا. وبس كده، شكلها كده سهل وبسيطة وشكلها تحفة. قولوا ايه رأيكم بقى فيها؟ شكلها بجد كان جميل، واكيد طعمها كان اجمل كده. اقول لكم باي، اشوفكم في فيديو جديد.